اليوم بنسوي ماهيشة كامبر، سمك محشي على الطريقة الإيرانية، وصفة عزايم الملوك. حشوة الأعشاب والرمان تعطر السمكة وتعطيها نكهة وريحة خيالية، والجوز يكمل عليها في شوية قرمشة. حالات وحموضة الرمان مع نكهة الأعشاب تخلي طعم السمكة كأنه زبدة معطرة. وأحلى شيء في الوصفة ساعة وتكون جاهزة. نغسل وننشف السمكة زين واستخدموا أي نوع أنتوا تحبوه. أنا بسويها بالسلمون لأن هذا اللي يستخدموه ومنظرها يفتح النفس. نسوي عليها خطوط بالسكينة من الجهتين وندهنها زين في ليمونة، وما تنسى تدهنوا بطنها. نعطيها رشة ملح، فلفل أسود، ورشة كركم، أساس البهارات الإيرانية. نفركها زين ونخليها على جنب لحتى ما نسوي الحشوة، واللي بالها 3 أعشاب: الشبت، الكزبرة، وأوراق الحلبة. أنا ريحت عمري وخذيتها مفرومة جاهزة من نوبار سابس. مجهزين جميع الخلطات الإيرانية بأعلى جودة، وتروموا تطلبوهم من تطبيقات التوصيل مثل مركز سلطان، اللولو، والميرا، وبتحصلوا كل منتجاتهم. ننزل علبة على المقلاي ونحمسها لحتى ما تنشف على آخر. ساعتها ننزل عليها بصل مقلي، كبشة جوز مفروم، ملعقتين دبس رمان، ملح، وفلفل أسود. نحمسهم كم دقيقة. ننزل عليهم في كمية محترمة رمان حسب الرغبة، لكن نصيحة كثروا منه. نخليه يبرد شوية ونحشي السمكة زين. لو خايفين انها تفتح عليكم سكروها في نكشات الأسنان. نحطها على صينية الفرن فوق شرايح بصل، وحاولوا تخلوها تنام بطريقة ان الحشوة طالعة لفوق علشان العصارة تتخلغل في السمكة. ندخلها على فرن لمدة ساعة لحتى ما يتقرمش الجلد من برا، واللحم يكون طري مثل الزبدة وشارب نكهة الحشوة. نزينها في شرايح ليمون ورشة حب رمان. قدمها مع عيش بالزرش. خلوا كل لقمة تاخذكم على شمال إيران، وعليكم بألف عافية.